عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة أمة الأبدان. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها أجمعين. طبعا أول يوم العيد لازم نفطر الكبدة الحلوة دي، نعمل مع بعض أحلى طبق كبدة اسكندراني. تعالوا معايا على طول. حاجة اجيب الصينيه احط فيها زيت واقطع حته من اللي كده او حته من الحلويات بتاعه الكبده. انزلي بقى كده شوحيها. اول حاجه شوحيها، بعد كده انزلي بقى بالدهن على طول، بالكبده على طول كده. بعد ما اتشوحت كويس هنزل بقى، هعمل تجويف كده وهنزل بمعلقه كبيره من الثوم المهروس. كتري كده وما تستخسريش، الكبده بتحب الثوم. وهنزل بمعلقه من هريسه الشطه كده. بعد ما تتشوح انزلي بقى بالفلفل اخضر احمر، فلفل الموجود عندك، فلفل الوان اللي موجود عندك حطيه. وهنزل بمعلقه كبيره من الكمون، واحده بابريكا، واحده فلفل اسمر، وواحده كزبره. بعد كده حيقي بسيط لان الثوم كان فيه ملح، فانا هحط حبه صغيرين. وبكده بعد ما خلصت بقى الكبده تنزلي عليها اخر حاجه ليمونه. وبكده اخر حاجه بقى تغرفيها اهي. بصوا الجمال والريحه سمير. الله ينور، تسلم ايدك. ما شاء ايدك. الله. اعملوها بالطريقه دي تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. كومنت حلو منكم كده، وما تنسوناش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيد مبارك.